السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. قبل ما نشوف اللقطات الصادمة اللي احنا هنشوفها لجماهير جلاتا سراي مع النجم محمد صلاح، تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي حصل في المباراة. ليفربول خسر 1-0 من جلاتا سراي. مباراة كانت متوسطة من ليفربول. الفريق عمل أداء متوسط، أضاع فرص، ولكن طبعا عارفين إن جلاتا سراي السنة دي هو فريق قوي، خصوصا على أرضه. غلب اليوفنتوس على أرضه خمس أهداف لهدفين، وقدر يخرج اليوفنتوس من الشامبيونز ليج. ليفربول النهارده ما كانش سيء، ولكن ما كانش برضه جيد، ما قدرش يستغل الهجمات. اكيتيكي ضيع انفرادات وفيرتس ضيع. صلاح كان عامل اداء جيد، واستغربنا ان ارن سلوت طلعه، خصوصا ان فرامبونج لما نزل ما اداش اداء قوي، وما اداش الاداء اللي كان بيعمله محمد صلاح، والتمريرات الحاسمه اللي كان بيعملها محمد صلاح. ليفربول قدامه فرصه كبيره على ارضه، يقدر يعوض ويطلع جالتسراي، لان جالتسراي خارج ارضه ما بيكونش قوي. احنا عارفين ان جماهير جالتسراي هي احد اسباب قوته وفوزه، لدرجه ان محمد صلاح تاثر بتصفير الجماهير وحط ايده على ودنه من كتر التصفير ومن كتر التشجيع القوي لجماهير جالتسراي، اللي دايما بتكون متحمسه، وبيكون ملعب جالتسراي صعب على اي فريق بيلعب ضده، خصوصا الموسم ده اللي عمل تشكيل قوي وتعاقد مع لعيبه اقوياء عشان يقدر يوصل لمرحله متقدمه في الشامبيونز ليج. Yürü lan eve! Yürü lan eve! Artık!